احنا اللي بيشوف مننا رؤيه حلوه بس يا باشا، انا مستني ليه؟ انا مستني السما هتمطر عطاءات يا حبيبي. ما وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه؟ حقا. يعني هي الرؤيا صدق، انما مش كل صدق بيبقى حق. عشان كده ربنا بيقول في سورة الفتح سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صدق. طب ما هي صادقة يا رب، ليه كلمة حق؟ ليه هتبقى حقيقة؟ ما ما دام صادقة هتبقى حقيقة. لا، ممكن رؤية صادقة وما تبقاش حقيقة. يعني ممكن اشوف رؤية وما تتحققش. ممكن تشوف رؤية وهي رؤية وهي رؤية، ومثل يلقيه الملك وانت نائم مثل يلقيه الملك وانا نائم. ورؤية صادقة صادقة ولا تتحقق، لا تتحقق. ليه؟ لانك انت ما اشتغلتش وما ساعدتش. ليه؟ ومش لسه واخدين في سورة البقرة وابتغوا ما كتب الله لكم؟ لا طب يا رب ما انت كتبتهولي، ابتغيه ليه؟ ما انت لو ما ابتغيتوش مش هتاخده. وابتغوا ما هتتعاقب عقوبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وابتغوا ما كتب الله لكم. يا رب طب انت كاتبها لي، ابتغيها ليه؟ لازم تبتغيها، لازم تاخد بالاسباب للي ربنا كاتبه لك سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف ما بين الرؤيا وما بين تأويلها 30 سنة شغل، 30 سنة طلب علم، اتعلم الزراعة وتعلم الإدارة وتعلم التخطيط وتعلم الشرائع المختلفة ودرس الواقع. قمة بقى قمة. عشان كده اخواته لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هم 20-30 سنة زي ما هم، لا اتطوروا ولا في حاجة اتغيرت في حياتهم. هو شوية ملامح اتغيرت وخلاص، انما هم له منكرون. هو بقى بني ادم تاني. هو بقى بني ادم في الزراعة فاهم، في التخطيط فاهم، في الادارة فاهم، في قيادة الدولة فاهم، في الشريعة فاهم، في الدين فاهم، في العبادة فاهم. هو بني ادم وظف عمره ان هو يطلع ويترقى. مش محلك سر، مش زي ما هو بس كان وش معين وبعد 30 سنة بقى الوش متغير وخلاص. لا ده بقى بني ادم تاني خالص. انت سنة من عمرك سنة، ولا انت قاعد كده محلك سر، قاعد يعني مجرش في منطقة الراحة بتاعتك وخلاص. انت اليوم من عمرك يوم، انت الليلة من عندك ليلة يا ابتي. فسيدنا يوسف اشتغل. ما يعني ممكن رؤية صادقة ما تحققش. ليه؟ قلتها قدام حد ما بيحبكش حسدك. هي الرؤى بتتنشى عين. الرؤى بتتنشى عين. خد بالك. ولا يا بني لا تقصص رؤيا. عملت ذنب فجاءنا رزق وحرمت من الرزق بالذنب. ما ساعدش ليها يا اخوانا. الاسلام بتاعنا دين واقعي، دين واقعي ودين تحمل مسؤولية ودين ان عرضنا الامانة.